السلام عليكم الاخوان، تحياتي كيفاش تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي ندير فيديو جديد شنو هو الكربوهيدرات. هذا هو من لاصات ما نبقى نقول لي حيد كاريطات، كنحيدو كاريطات نحيدو الجيلي. استاذي العزيز، شنو هي الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات هي واحد المواد سكريه كتواجد في الماكله وتيحول الجسم لسكر بسيط اللي هو الجليكوز. التحويل ديالها علاش كيتحول؟ كتحول ترى الطاقه، هي الاساس ديال الحركه، هي ليسانس باش كيزيد الانسان، هي الضوء، هي اي حاجه، هي الكربوهيدرات هي اللي كتخليك دير واحد لافاج. الانواع ديالها كاينه كربوهيدرات بسيطه وكربوهيدرات معقده. شنو هي الكربوهيدرات البسيطه؟ الكربوهيدرات البسيطه هي اللي كتواجد لينا في السكر، في الحلوى، في داكشي اللي تيكون كيحتاج واحد النسبه كبيره ديال السكر المصنع. كتعطينا واحد الانرجي اللي هي سريعه، عطينا طاقه دغيا كتاكلها تستافد منها في ديك المهله اللي كتاخذ فيها كتستافد منها. هادشي علاش تيكون الاغلبيه ديال الناس اللي تيكون عندهم السكر ولا شي طيح كيسخف تيقول لي طويبه ديال السكر، فهمتي؟ ديري الماء في السكر والسكر في الماء. ولا هذا هو الاساس ديال السكريات البسيطه اخي العزيز. هنا منين جات لا دوزيام اخويا اللي هي السكريات المعقده. ولكن السكريات البسيطه شنو نسيت هو انها هذاك الجهد اللي كتاخذيه دغا كيمشي حتى هو دغا. الجوع دغا كيجي، يعني بحال الناس اللي تيجي من الجوع تيمشي ياكل واحد البيمو ولا واحد الكيكه ولا واحد اللعيبه اللي هي كياكلها كيبغي يشبع، ما كتشبعش، غتاخذ طاقه ديك الساعه ولكن راه خاصك تجدد دغا غتجوع، فهمتيني؟ الكربوهيدرات المعقده، الكربوهيدرات المعقده اخويا هي اللي كتواجد لينا في المواد الاساسيه، مثلا الشوفان، البطاطا، الخيل، الزوفر، الروز، اللوبيا، كتحتوي على واحد هذيك هي الكربوهيدرات المعقده، كتكون بطيئه الامتصاص وكتعطينا الطاقه على الطول ديال النهار، فهمتي؟ كتعطينا واحد الطاقه اللي كتضرب مده طويله، ماشي دغيا كتمشي. شنو نقول لك اسيدي؟ الفائده ديالها هي انها السكريات مثلا هي كامله، انا غندوي عليها بصفه عامه. الكربوهيدرات الفائده ديالها هي انها كتعطينا واحد الطاقه للجسم، طاقه كتوفر لنا طاقه للدماغ والعضلات، زائد انها كتساهم في تخزين الجلايكوجين للكبد. هنا فين كندويو على الناس اللي تتريني ولا فهمتي. المشكل شنو هو اننا ملي تنقاويو منها تيتم التخزين ديال داك الشيء اللي زاد كيتخزن على شكل دهون، فهمتي؟ ملي تيتخزن على شكل دهون اخويا كتغلط، يعني خاص تاخذها بالقياس. المهم الفيديو يقدر يجي ناقص شويه، ولكن كي قلنا لكم وتحياتي.